بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله. كالعادة باش نحاولوا نوريكم مثال من أمثلة متاع إكزامان بلون. باش نوجه الكلام للكانديدا شنيا المطالب منه أو شنيا الأداة اللي يلزمو يوريه في سياقته، الأشياء يلزم تظهر في سياقته. يلزم تظهر في سياقته التحكم التام في العربة. ما يلزمش الممتحن يلاحظ إني المترشح موش مسيطر على الكرهبة. هذه حاجة خايبة برشا. إذا كان وصل لاحظ عليك انك ماكش مسيطر على الكرهبة، سي معناها حاجة خايبة برشا، لانهم هما خبرتهم يفهموا من الاول، من دقيقتين 3 دقائق الاولانيين يفهموا الموضوع. الانسان محافظ على الكرهبة، محافظ على مساره، على تحكمه التام في الكرهبة ولا لا. ثم سيدي خويا يلزمك الشيء الثاني اللي يظهر في سياقتك علاقتك مع الطريق. اسكو ديتكتي لي انترسيكسيون من بعيد، تعرف فما انترسيكسيون بلاش بلايك بالبلايك. اسكو ديتكتي البلايك، زاد البلايك انواع البلايك، فسح مجال، ستوب الى اخره. ديتكتي الاضواء والضوء. ثم علاقتك مع بقية مستعملي الطريق فيما يخص العربات والمترجلين، وكيفاش تتصرف معاهم حسب خاصيات كل مستعمل الطريق. الأضعف فالأضعف، تراعي الضعف كل واحد من مستعمل الطريق. لا إله إلا محمد رسول الله. ثم الأوتونومي وما أدراك ما الأوتونومي والديناميزم. تظهر في سياقتك، تطيح في الوقت المناسب، تبدل في تروازيام في الوقت المناسب، تبدل كاتريام في الوقت المناسب، ما يسمى بالديناميزم. هذا كل لازم يظهر في سياقتك. لما يلاحظ الممتحن هذه الأشياء، ما عليه إلا يصرح بنجاحك، لأنه هو مبعوث من الإدارة، عبارة كمراقب باش يفاليدي التكوين والفورماسيون متاع المونيتور، لا أكثر لا أقل. إذا كان وصل تأكد إن أنت أبت وقادر على السياقة مع السواق التوانسة هذوما، ما تشكلش اختار، ما تشكلش حتى اختار على الناس وعلى غيرك وعلى مستعمل الطريق، وقتها راهو عليه إلا يصرح بنجاحك. لا إله إلا محمد رسول الله. هو خارج السباح باش يمشي ياخذ الليستة من الإدارة، ما عندوش اسمك، يعني ما باتش يحلم بيك، ما عندوش حتى بونتو بيك، يعني اللي الساك هذوما تنحيهم. سياقتك هي اللي تحكم. هو عنده في الليل في النهار 15 كونديدا، مش مركز مع فلان انت طلعت معاه، لا، عنده 15 كونديدا باش يقيم السياقة ويصرح بالنتيجة على وفق سياقتك هذيك. يعني حاولوا نحيو عنده معايا مشكلة أو خارج، ليه هو خارج مئات وآلاف تعدوا عليه الكونديدا، معناها شي جاي باش يخدم خدمته ويمشي على روحه، المفروض بالطبيعة هذا هو. معناها لا داعي انك تخاف من الممتحن، لا، الممتحن هو عبارة انسان كيف وفي الاخر موش يهزك الحبس، يعني في نهاية المطاف، حتى في ما نجحتش لا قدر الله، مروح لدارك امن مطمئن، ماكل شارب جوك مريك، يعني زايد لا خوف. علاش خايف؟ احسبه انسان باش يقيمك، ونحي فكرة انه هو باش يعطيك برمي، لا، البرمي حطه اللي انت عندك برميك وباش تعمل به دورة باش يقيم ادائك، هل انه يثبت البرمي عندك او انه يسحبه لك لمدة معينة. واضح؟ بطبيعة حتى للمدة هذه حتى تسترجعوا في المرة الجاية. هذا هو كمقدمة. سيدي خويا باش نطالبوك انك تسوق وفق قانون الطرقات، ما تشكلش خطر على روحك وعلى بقية مستعمل الطريق. فيتاسات تتحكم فيهم وحدك حسب ظروف الطريق، تبدل وتطيح وحدك. باش نوجهك في المسلك سيدي المحترم، على اليمين وعلى اليسار، طونك ساكت معناها طول. هذا هو، فماش طالبين حاجة كبيرة. أخطاء معناها من جنس خفيف ما يأثرش على السلامة نتسامحوا فيه، إذا الأخطاء اللي تأثر على السلامة المرورية هذيك ما نسامحوش فيها ويتم إقصائك على الفور. كذلك التدخلات القولية، نبه على الحكاية هذه. التدخلات القولية صنفين، فما تدخلات قولية ساعات نطيحوا بها، فما تدخلات قولية باش ننبهوا بها باش ما نرتكبوش نفس الأخطاء في بقية السيركوي. ثم التدخلات الفعلية قولا واحدا طيح، ما فماش حتى كلام. الفعلية نقصد بها التدخل على البيدال ولا على الفولون، إلا استثناء في آخر السيركوي لأشياء يعتبرها الممتحن، يشوف معناها المترشح مشى مريقل بالكدا، في الآخر عمل غلطة، الله غالب تأخر
الممتحن تقييم إجمالي يقع معناها تسريحه بالنجاح. وبالتالي نتابعوا مع المترشح هذا، ربي ينجحه إن شاء الله. بالتوفيق سيدي خويا.